طالما ألهم المغرب كبار الفنانين العالميين، وكان موضوعا لأعمالهم خصوصا في الرسم والأدب، لكن القليل من يعرف أن المغرب كان موضوعا لعمل موسيقي كبير عنوانه المملكة المغربية، وهو عبارة عن مقطوعة من إبداع الموسيقار النمساوي بول غرانيتسكي. وكان ذلك سنة 1793 في عز النهضة الفنية لفيينا. هذه المقطوعة التي هي محفوظة بعناية في بولونيا هي عبارة عن ثنائي غنائي بين السوبرانو والتينور، مرفوقين بجوقة أوركسترالية تكوينها كالتالي: آلة كمان، آلة ألتو، آلة فيولونسيل، آلة كونترباس، نايان وكلارينيت. والمخطوطة الأصلية مكتوبة باللغة اللاتينية، محفوظة في الأرشيف العالمي للمصادر الموسيقية. فما هي الدوافع التي أدت إلى إبداع هذا العمل الفني الذي يمجد المغرب؟ في سنة 1783 تم توقيع اتفاقية التجارة والسلم بين المملكة المغربية بقيادة السلطان محمد بن عبد الله والإمبراطورية الرومانية الجرمانية تحت قيادة الإمبراطور جوزيف الثاني، وهي الاتفاقية التي كانت تحمي حرية الملاحة والتبادل التجاري بين الإمبراطوريتين. وكان لهذه الاتفاقية أثر على تحسين العلاقات بين المملكتين واستقرارهما، وذلك على سبيل المثال عبر إقامة طرق بحرية في البحر الأبيض المتوسط وميناء تريست الإمبريالي. وبالإضافة إلى دورها الاقتصادي، عملت الاتفاقية على تعريف المغرب في الأوساط الثقافية في الإمبراطورية الجرمانية، والذي نتجت عنه هذه المقطوعة المغناة باللاتينية، والتي عرضت على النخبة الثقافية آنذاك كتعبير عن مواكبة الفن للمسار الدبلوماسي بين المملكتين. كان بول غرانيتسكي من أبرز الفنانين في البلاط الإمبراطوري، وكان قائدا لجوقات المسارح الوطنية، وارتبط بصداقات قوية مع عمالقة الموسيقى من أمثال هايدن، بيتهوفن وموزارت. وكان يؤلف في كل الأنواع الموسيقية كالسيمفونية والكونسيرتو والباليه والأوبرا والموسيقى الدينية. وكانت سنة 1790 أهم لحظة في تاريخه الفني، حيث عرفت نجاحا باهرا لأوبرا أوبرون، والتي ألفها بمناسبة تتويج الإمبراطور ليوبولد الثاني. وفي سياق هذا الترابط والتداخل بين السياسة والفن جاءت مقطوعة مملكة المغرب، والتي لا يعرفها المغاربة.